لازم لما نيجي نبدا الكيتو نبدا قبليه بلو كارب وبعدين كيتو ونكمل عليه بلو كارب علشان نتلافى العيوب دي اللي بيكون من اهمها حاجه اسمها الكيتو فلو، ودي بتسبب وهن وتعب، تحسوا زي ما يكون عندكم دور انفلونزا او دور برد تعب جسمكم، وده بيكون بسبب ان الكيتو فعلا بيقلل من الاملاح الموجوده في الجسم ويبدا يحصل امبالانس معينه تبدا تحسسكم بالتعب ده. وعلشان كده مهم نبدا باللو كارب. تاني عيب من عيوب الكيتو دايت هو الكيتو اسيدوزس، وخليني ابسطها لكم هي عباره عن ايه. هي بتبقى خلل ما بين السعرات الحراريه اللي انا باخدها لو قلت عن اللي المفروض اخده، او النشاط الرياضي اللي انا بعمله او النشاط بتاعي زاد. هنا الجسم بيلجأ انه يعوض ده بانه يحرق زياده دهون، بالتالي بتعلى الكيتون بوديز. الكيتون بوديز دي لما بتعلى يبدأ يحصل خلل في عضله القلب او حتى في المخ، ويبدأ يحصل كوما او حالات اغماء.